وهاي النتيجة النهائية يا حبايبي. طلع معانا المعمول بهالشكل هذا، شيء رائع وشيء ناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبنا متابعين قناة ليالي الشام. اليوم بإذن الله راح نحضر مع بعض المعمول، معمول بتمر ومعمول فستق حلبي. لتحضير 3 كيلو من المعمول بنحتاج 3 كيلو. معنا هون سميد، كيلين من السميد، وكيلو من الطحين الفرخة، هو نفسه سميد بس ناعم، يعني الفرق مكتوب هون سميد بس هو ناعم مطحون زيادة، ناعم مثل الطحين، اسمه طحين فرخة. معانا كيلو وكيلين سميد حبة وسط. بيحتاجوا 250 غرام من الزبدة، أي زبدة أي نوع زبدة تلاقوها طيبة. وبدهم كيلو سمنة حيوانية، فيكم تستخدموا نباتي بس أنا أستخدم حيوانية بس، كيلو سمنة حيوانية. وبدنا كاس سكر ومعلقتين محلب، محلب طبعا مطحون. ها هي مكوناتنا. المكونات سهلة بس الطعمة رائعة. هلكم معنا لنشوف كيف طريقة التحضير. أول شي حبايبي بناخذ مكونات جافة، طحين الفرخة هكذا 1 كيلو، 2 كيلو من السميد حبة ناعمة، نضيف فوقهم معلقتين محلب، كاس سكر. نحركهم مع بعضهم أول شي لحالهم. ميتين وخمسين غرام من الزبدة، كيلو سمنة حيوانية مداري طبعا، هلا هون معنا طريقة عجن، عنا طريقة بس تفويش أو تبويش أو يعني بس هيك تحريك شي بسيط على هذا. طبعا هلا هدول لازم ننقعهم ليلة أو ليلتين. ليش؟ لحتى السميد ينبج معنا. شايفين كيف حبايبي؟ يعني احنا بدنا نخلي كمية السمنة كلها تغب، وراح نتركها بالبراد لمدة ليلة كاملة أو يعني 24 ساعة يفضل، حتى يكون منقوع معانا بشكل كتير منيح وحبة السميد نافشة. فشايفين حبايبي صاروا معنا جاهزين بهالشكل هذا، كلياتهم غبوا كمية السمنة والزبدة كلياتها. هلا هدول لازم نغلفهم. هلا بنغلفهم كيس طعام أو ورق مطبخ أو أي كيس نايل موجود عنا أو غطا طنجرة بأي شيء، ونحطهم بالبراد لمدة 24 ساعة أقل شيء. بسم الله. هلا حبايبي طلعناهم من البراد بعد مضي 24 ساعة عليهم، صاروا معنا بهالشكل هذا، كانوا مكتلات هيك وجامدات. طبعا كلياتهم فرفطناهم، ويعني حاولت انه يعني هيك بس طالع خليهم يفرطوا بهالطريقة هاي، ما يطلع معنا الحكي بهالطريقة هاي. هلا طبعا باردات. هلا ليش حطيناهم بالبراد؟ كان اذكركم بس حطيناهم بالبراد وخليناهم مدة 24 ساعة لحتى حبة الخمير او حبة السميد تنبج معانا وما تمقاسي تقرط اب، وحطيناهم بالبراد لحتى ما يخربوا. هلا معانا هون لتر من الحليب دافئ، رح نضيف فوقهم بشكل تدريجي. ليش؟ لانه حسب نوع الخمير السميد عفوا، في انواع بتغب كتير، في انواع بتغب قليل. ومعنا هون معلقة خميرة حبايبي رح نضيفها للحليبات. طبعا انا متأكد ان الحليبات رح نستخدمهم كلياتهم، عشان هيك يعني خليت الخميرة مع الحليب. انتو فينكم تستخدموا حسب نوع السميد عندكم. لازم ضروري نعجنهم بشكل كتير منيح ونفرفطهم بالشكل هذا. هلا راح اضيف الحليبات كلياتهم اللي استخدمتهم، او لتر الحليب كامل مع الخميرة. في اشخاص ما بيستخدموا الخميرة مع المعمول.
طبعا ما فينا نستخدم الخلاط، لا فينا نستخدم العجانة، ما فينا غير بإيدنا. وهيك شوف الاستعمال فيهم كتير صعب يعني الشغل فيهم. ما شايفين حبايبي صار معانا مثل المرهم بهالطريقة هاي. نتأكد انه ما فيهم تكتلات نهائيا، لانه بعد ما طلعناهم من البراد كانوا مجمد السمنة فيهم، حطينا حليب فصاروا اجباري دعكلات داكول. لما ندعكهم صاروا بهالشكل هذا وما فيهم اي تكتلات نهائيا. هلا صاروا معنا جاهزين، خلينا نروح هلا لطريقة تحضير الحشوة. هلا حبايبي صار دور تحضير الحشوة. معي هون انا كيلو من الفستق الحلبي، راح اكسر شوي منه لحتى يصير يعني بيطلع اطيب. بهالطريقة هاي نكسره. خلصنا الكمية كلها حبايبي، بدي اياها انا بهالشكل هذا، حبة ناعمة وحبة خشنة، يعني هيك كتير غراف. فيكم تنعموا كمان، فيكم تخلوا على كيفكم على راحتكم. معي هون كاسة شيرة او قطر ندلقفون لحتى يطبقوا معنا. فيكم تضيفوا سكر كمان، معلقة سكر، معلقة سكر ناعم. اهم شيء يا جماعة هو الماء زهر. ناخذ معلقة كبيرة، فيكم تحطوا معلقة ونص كمان. يا سلام ريحة الماء زهر. نحركهم بشكل كتير منيح حتى يغبوا معنا. هلا صار دور العجوة او التمر. معي هون نص كيلو تمر مطحون مفضى منه، العجينة جاهزة هاي. نضيف لها كاسة زيت أونا حتى تسهل عملية الاستخدام. ماء زهر، ندعكوا مع بعض. فيكم تستخدموا ايدكم، فيكم بالمعلقة. ما شايفين حبايبي عجنت العجوة وجهزتها وحضرتها وعملت لها دعاكيل بهالشكل هذا ليسهل عملية الشغل. طبعا انا حطيت لنص كيلو عجوة حطيت لهم معلقتين زيت ومعلقة ماء زهر، ودعكناهم وجهزناهم بهالشكل هذا. ومعنا الفستق هون جاهز، فستق الفستق الحلبي محطوط له القطر. طبعا حبايبي هلا صار دور الشغل. معي هون انا قالبين، معي هذا القالب وهذا القالب. هذا القالب الصغير بنستخدمه للحشوة العجوة، في منه هيك صغير مدور وفي منه بيجي شوي مطول، هذا بنحط فيه العجوة. وهذا الكبير للفستق الحلبي. ولا بنشوف طريقة الاستخدام كيف. هلا بناخذ شقفة عجينة حبايبي بهالشكل هذا بالكبر هذا، نفتحها بالطريقة هاي مثل طريقة الكبة. تحاول تخلوا السماكة كلياتها وحدة. فستق حلبي معلقة صغيرة. بنسكرها كلياتها من لما بالشكل هذا. اللي سكرناه بنخليه على القالب من تحت هيك، وطريقة ضغطها براحة الايد، هيك براحة الايد بالشكل هذا. واحد اثنتين، حاول لما شوي مشان يطلع منظرها دائرة. ما نضغطها كتير حتى ما تزع وتفزر معنا بالشكل هذا. طريقة اخراجها من القالب هيك، شايفين كيف؟ دقة واحدة بهالطريقة هاي. ناخذ هي تاني. مع القصير فستق. كنت أكله شوي صغيرة كمان. حبايبي إذا حابين تخلوا قطعة معمول مدعومة فينا نرققها بهالشكل هذا لحتى نكتر كمية الفستق اللي راح نحطها بقلبها. شايفين كيف؟ هلا هاي مدعومة، من كبرناها هيك بتاكل معانا معلقة ونص أو معلقتين كمان. حابين إذا تخلوها مدعومة، شايفين بتاكل كمان معانا. خلوها سميكة بتاكل معانا كمية فستق أقل.
شايفين حبايبي اكلت معانا معلقتين كاملات. هلا بنحاول نسكرها شوي شوي لحتى ما تفزر معانا بهالطريقة هاي. نجمع العجينة على الأطراف، ناخدها من تحت لفوق، فينا نبرمها شوي حتى تكون كلياتها سماكة وحدة. هيك نتأكد انه سماكة وحدة، مو شي كبير وصغير. طبعا بياكل معنا شوية شغل. هلا فينا نخلي هدول مدعومات يعني يكونوا شوي شغلون متأني. شايفين كيف؟ هالطريقة هون. هلا القالب حبايبي لحتى ما تلزق معنا العجينة شايلين معلقتين من الطحين الفرخة، هو السميد الناعم. بنرشه شوي هيك، هيك انتبهوا عليه مزبوط. شايفين كيف؟ مليون ها. هزة ناعمة ونفضيهم. شايفين كيف؟ هيك ما بتلزق معنا. طبعا معلمكم هذا شغل معلمين، مو شغل يعني البيوت. هذا هيك بيشتغلوا بالمعامل بهالطريقة هاي. شايفين كيف؟ خليها قبالية، ما عندك بس كتير حتى ما مفزرة. شايفين كيف قبالية مبين عليكم على الكاميرا؟ شايفين كيف؟ طريقة تنزيلها بهالطريقة هاي، على الحرف على الحرف على الحرف عشان ما نضرب ايدنا. منتبه، دقة واحدة. اللهم صل على النبي. شوفوا الرسمة كيف طالعة. شايفين كيف؟ شي فاخر على الاخر يا خال. هلا هاي بنحطها هون على جنب مع اخواتها. هلا شوفوا انا هاي مجهزها يعني بلشنا نشتغل بمدعوم. هاي مدعومة والباقي عاملينه حجم وسط او صغير، يعني هدول فينا نضيفهم للاطفال بهالطريقة هاي، وهيك الكبار فينا نخليهم للضيافة. براحة الايد هيك، ضغطة ناعمة، ضغطة بسيطة هيك. طبعا فيكم تخلوا اللي عم يقطع لكم العجين هو شخص واحد مو اكتر من شخص، حتى تطلع معنا العجينة ياسر واحد. هلا حبايبي بناخذ عجينة نفتحها بنفس الطريقة هاي، نحاول انه يكون سماكة وحدة. حبة تمر بندعكلها، دعكلناها بهالشكل هاد، كمان بنضبها نلفها بهالشكل هاد. نحاول ندعكلها شوي لحتى تطلع عجينة متساوية وكلياتها مقاس واحد. هيك بتطلع معنا العجينة كلياتها من جوا بمقاس واحد، يعني ما في سماكات. نحتاج القالب الصغير لهاد. شايفين كيف؟ براحة الايد، ضغطة ناعمة، ضغطة ناعمة لحتى يرسم. اذا حابين دول الحرف ما خليهم يطلعوا نعمل لهم هيك. العجينة فيكم صغروها شوي تطلع كمان ظريفة، بس هيك انا بلاقيها مميزة بهالطريقة هاي. دقة ناعمة تبع ايدنا. شايفين كيف؟ يعني الرسمة شي فخامة. نحطها بالصينية حتى ندخلها على الفرن. على الصينية مباشرة. هنكفي هاي الصينية كلها معمول وندخلها الفرن. شوف كيف طريقة تدخيل الفرن، طريقة احترافية حبايبي. طريقة ادخالهم على الفرن، محضرين الفرن على درجة حرارة 150 قبل ب10 دقايق. طريقة ادخالهم رح تكون على النص، على النص قريبين لفوق. ليش؟ لحتى نشويهم من فوق. طبعا الفرن اذا مبين عليكم على الكاميرا انا ماني مشغله كلياته. قرب ايدك على الكاميرا شوي. شايفين كيف خط واحد النصاني مطفي؟ ليش؟ لحتى يستووا من فوق ومن تحت، ما في داعي ننزلهم لتحت، بنخليهم على النص بهالطريقة هاي. هلا هيك بيستووا معنا من فوق ومن تحت. هلا حبايبي بسم الله، شايفين كيف؟ هذا اللون الذهبي اللي بدنا اياه. هلا بنطالعهم نحطهم على جنب حتى يبردوا، بنقول لكم شو راح يصير فيهم بالاخر. طبعا حبايبي هدول طلعناهم من الفرن ساتهم سخنات. بنحط عليهم هيك شي بسيط سكر لحتى وقت اللي بدنا نقدمهم لازم نغطهم كلياتهم بالسكر الناعم لحتى يلزق معنا السكر. هلا هيك شي بسيط. هلا بعد السلي بردوا فينا نخزنهم نخبيهم لوقت التقديم. وقت التقديم بنشيل حبة هيك هيك
ومنغطة كلياتها بالسكر الناعم بالشكل هاد، وتصير جاهزة للتقديم. وهاي النتيجة النهائية حبايبي. طلع معانا المعمول بهالشكل هذا، شي رائع وشي ناهي. رح نقطعه قدامكم ونشوف النتيجة ونحكم مع الجودة مع بعض. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين حبايبي كيف متناسق، فستق بقلبه شي ناهي. حبايبي هاي النتيجة النهائية طلعت معنا هيك. بس قبل ما نقدمه للضيف مفروض لكه سكر ناعم، سكر مو مطحون، ناعم جاهز. بهالشكل هون. شايفين كيف هيك بتقدم. هذا معمول معترف عليه دوليا بهالشكل هذا. راح نقطع قدامكم او التمر كمان. هذا المحشي تمر. طبعا ابو التمر ما بيلتلك، يعني كيف الحشوة محلاها. هذا ما فينا نلكه بالسكر، بيتم هيك على حاله. هاي النتيجة حبايبي، نتيجة 100% وطعمة رائعة. طبعا دقناها. بتمنى منكم تجربوا الطريقة وتدعوا لي، وبالهنا والشفاء. كل سنة وانتم سالمين.